الظن السيء في العلاقات من أسوأ الحاجات اللي ممكن الإنسان نفسه اللي بيظن هو اللي يمر بيها. بيحط نفسه وبيحط عقله تحت ضغط وتحت أحكام وسيناريوهات أصلا ما حصلتش، فبالتالي بيتعامل مع الطرف اللي قدامه أكنه مذنب أو أكنه جاني وإن هو المجني عليه. اللي بيسوء الظن دايما سواء في علاقة عاطفية أو حتى مع أصحابه بيبقى بيقفل اليوم من هنا وهو في دماغه 100,000 ونة، وتاني يوم يقوم يتعامل بالسيناريو اللي كان في دماغه وأكنه ده حصل بالفعل في الحقيقة. الناس اللي عندها سوء ظن باللي حواليها أو بيسيء الظن تحديدا كمان في العلاقة العاطفية دي من أسوأ الحاجات وأسوأ الإحساس اللي ممكن يحسس بيه الطرف اللي قدامه. أنا حسيت بحاجة أو حسيت من صوتك بحاجة أو حسيت من طريقتك بحاجة، فبالتالي قمت عليها سيناريو وبعد كده جيت أواجهك بيه وأكنها حقيقة، وأنا ما ببقاش فاهم هو إيه اللي بيحصل معايا. هو أنت ليه بتعمل معايا كده؟ هو أنا عملت لك حاجة؟ طب هو أنا صدر مني حاجة؟ وأكنه طول الوقت الطرف اللي بيبقى قدام الشخص اللي بيظن أكنه عايش في أكشن، صبح وبالليل في أكشن. أنا مش طالعة ألومك ولا أجلدك ولا حسسك بالذنب، أكيد أنت عندك سوء ظن بسبب الحياة اللي أنت مريت بيها، بس الشخص اللي معاك أو الصديق اللي معاك أو الزميل اللي معاك ملوش علاقة أبدا بالماضي اللي أنت عشته. وعلشان تبطل ده أنت محتاج تكسر الأفكار اللي عندك علشان يبقى أسلوب حياتك بشكل جديد، وأول لما تشك في حاجة تروح تقولها على طول، وعلى الأقل خلي مشاعرك صادقة واللي أنت حسيته ناقشه مع الطرف اللي معاك، لأن ده بيكسر حد كبير قوي من سوء الظن جواك. مش معنى كده ان انت هتخف من يوم وليلة، الموضوع ممكن يطول معاك، بس على الاقل تبقى حطيت ايدك على بوينت انت ممكن تخسر بيها اللي قدامك، ممكن تخسره بعد حاجات كتيرة قوي انتوا مريتوا بيها، لان سوء الظن عندك عالي وده في حد ذاته مش شيء كويس. انت بتلعب ادوار كتيرة قوي وانت مش حاسس ده، بتلعب الشخص المجني عليه وبتلعب الدفاع وبتلعب حتة ان انت عامل زي الناس بتوع الشرطة اللي بيدوروا في جريمة، فانت حتى الشخص اللي قدامك انت بتخوفه بطريقتك وردود افعالك واسئلتك الغريبة. فخليك سالك وعادي وناقشه باللي انت حاسس بيه، لان الموضوع بيدمر علاقات كتيرة قوي. سوء الظن ده من اكتر الحاجات اللي بتخلي العلاقات تروح وما ترجعش تاني ابدا، لانك انت شكيت فيا وانا ما استاهلش ده.